الواحد شاف حاجات غريبة قوي 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 في كرة القدم، بس اللي هحكي لك عنه ده أول مرة أسمع عنه وأشوفه، والله العظيم فضايح وكوارث في الدوري المصري، وبطلها مين بقى؟ نادي الزمالك وجمهوره. أول مرة في حياتي أشوف اللي بيحصل ده. جمهوره هيزعل لو فريقه كسب، وهيفرح لو فريقه خسر. جمهوره طالع يهدد مدربه ويقولوا له ايه بقى؟ ان انت لو كسبت المباراه بتاعت بيراميدز او تعادلت مع بيراميدز هنمشيك من النادي عشان انت اهلاوي. عشان طلع قال لك ايه بقى الكابتن ايمن رمادي؟ طلع قال لك كلمتين اي مدرب هيقولهم على الفريق اللي هو بيدربه لان عايز يكسب. طلع يقول لك ان انا بدرب فريق كبير اسمه نادي الزمالك وانا هلعب على المكسب. ازاي الكابتن ايمن الرمادي يقول الكلمتين دول؟ جمهور نادي الزمالك اتهبل. ازاي الكابتن ايمن الرمادي عايز يكسب بيراميدز وعايز يهدي الدوري للنادي الاهلي؟ هو احنا ممكن ندي الدوري للنادي الاهلي؟ يبقى احنا السبب ان النادي الاهلي ياخد الدوري؟ هو ده جمهور نادي الزمالك. طالع يقول لك ان بيراميدز ياخد الدوري افضل عندي من ان النادي الاهلي هو اللي ياخد الدوري، وان انا اديله الدوري على طبق من فضه. اه والله شفت جمهور نادي الزمالك زعلان، زعلان عشان مدربه عايز يكسب المباراه، وهيزعل لو مدربه تعادل او كسب المباراه. انتوا متخيلين احنا بنتعامل مع جمهور عامل ازاي؟ جمهور ما بيجيش وراه غير كوارث هو وناديه. والله والله احنا عرفنا منكم يا جدع. بس كده، يلا سلام.